حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة من داخل قاعة الباشا في حفل تخرج طلبة معهد الفنون التأهيلي. خليكم ويانا. أعزائي المشاهدين متواصلين وياكم ومعنا الأستاذ. حياك الله أستاذ. الله يسلمك. حقيقة نقدم أجمل التهاني والتبريكات تخرج هذه الدورة الإعلامية من خلال هذا المعهد المتميز بأساتذته وبناسه وبأساتذته وقياداته الموجودة الآن، يتمتعون بالمهنية وبالنزاهة. فأكيد هذه طلابنا راح إن شاء الله يحذو حذو هذه الأساتذة البذرة الخيرة، ممكن أنه نحصد الخير من عندها إن شاء الله. فنقدم أجمل التهاني والتبريكات لهذه الدفعة، متمنين لهم النجاح والموفقية والتميز. وخاصة العمل الإعلامي يختلف كثيرا عن جميع المهام الأخرى باعتباره هو السلطة الرابعة اللي تتحدد الأخطاء وممكن تصحيح هذه الأخطاء من خلال توجيهات الإعلام، بشرط أن يكون إعلام حقيقي هادف ناجح. نتمنى الموفقية للجميع إن شاء الله. عادل عويد، مستشار محافظ إيقاف. جزيلا أستاذ. الله يحفظك. الله. طبعا الحفل جدا ممتاز، تنظيم رائع. نشكر إدارة المعهد، نشكر أستاذ ياسر الخفاجي اللي هو وصلنا لهاي المرحلة، نشكر أستاذ أحمد عارف وجميع الكادر من معهد الفنون التأهيلي. الخفاجي حياك الله أستاذ. مرحبا. الله يحفظك مصطفى. الله يحفظك. ممكن تحكي لنا نبذة عن المعهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعهد حال المعاهد الإعلامية الأخرى التي تقوم بتدريب الطلبة في مجال الإعلام وفي عدة اختصاصات من الإعلام الشامل والحاسبات وكذلك التصوير. تعرف أن هناك أعداد كبيرة من الشباب لديهم طموح أن يكون إعلامي، لكنه يجهل الكثير بهذا الجانب، لا يستطيع أن يعني يقدم أو لا يستطيع أن يكون في الساحة الإعلامية. لذلك المعهد وفر هذه الخدمة للشباب، لمن فاته الدراسة، لمن فاته الإعلام، لمن فاته أن يكون عنصر فعال في مجال الإعلام. لذلك نعتقد بأن المعهد يقدم الكثير لهؤلاء الطلبة، وحقيقة الساحة تشهد بذلك أن الأعداد من هؤلاء الطلبة أصبحوا يعملون الآن في مؤسسات إعلامية مهمة وفي قنوات فضائية. يحتفل معهد الفنون التأهيلي بتخرج الدفعة الخامسة من طلبة المعهد. معهد الفنون التأهيلي للتدريب والتطوير الإعلامي في محافظة ذي قار. هذا المعهد الذي كان فتيا لكن الآن أصبح يسير في خطة ثابتة بدعم أبناء ذي قار، باجتهاد طلبة المعهد، بتعاون حقيقة المؤسسات الإعلامية. الحمد لله وشكر رب العالمين قدرنا نضع قدمنا على الطريق الصحيح إن شاء الله. أعزائي المشاهدين خليكم ويانا، واليوم عندنا على البنوتة الحلوة وخلت ننقلها لأن شوية أطول من عندي. أنا أطول من عندي. حبيبتي شلونك؟ الحمد لله زينة. شو تسوين هنا؟ جاية لحفل التخرج ويا ماما، يعني على مود حفل تخرجها، لأن هي تخرجت من هذا المعهد، لأن هو يعني صراحة احنا يعني شفناه يعني على برنامج فيسبوك، وشفنا يعني عالمين انه هو يعني بأقل التكاليف، وهم يعني شهادة معترف بها يعني دوليا، يعني مو بس العراق. فماما راحت وقدمتها والحمد لله والشكر. شفنا نتائج يعني كلش حلوه والحمد لله يعني. الحمد لله. انت عاجبك المعهد؟ اي لا كلش حلو، وان شاء الله اني اذا يعني من اكمل دراسه ان شاء الله اسجل بي واشوفه، لان شفناه كلش حلو، جربناه وطلع كلش حلو الحمد لله. يا صف انت؟ انا هسه سادس ابتدائي، نجحت الاول متوسط الحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد لله. انت فرحانه اليوم؟ اي لا الحمد لله. وانسه؟ اي كلش، لان يعني امي وكل شيء. هم عندك شعر، قصائد، بدأت تحفظين؟ اي لا الحمد لله الحمد لله عندي. عندك شعر تحافظ؟ لا لا مو شعر، وانما هي قصيده للامام علي عليه السلام. انا يعني انا من نجحت، فمن سوينا عمليه حفله تخرج
فأنا يعني قدمتها يعني بالتخرج مالتي، فأنا نفسي أقدمه تخرج مال أمي. حافظتها؟ إيه. منكر من يجي يقلي هاك الأسئلة وحلي، وهنا ينتفض خلي شيخ الكل عليا، أمشي بزودي واتبختر وهنا يعتذر منكر، رافع راسي من يحضر شيخ الكل عليا، تشفع للولاية علي وانجح بالنهاية، معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة، معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة. شكرا لكم. يا أحسنتي شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين المستمرين وياكم ويانا أحد الطالبات اللي هي اليوم حفلة التخرج. حياك الله. اهلا وسهلا. طبعا نشكركم مثل الصحافه والاعلام بنقل هذا الدور والحدث المهم تخرجنا طبعا، وان شاء الله احنا ساعين على هذا الوضع، وان شاء الله احنا بهاي جهودنا فرحنا الاهل والاساتذه ورفعنا من اسم ذي قار اعلاميا وهذا الوسط القوي. أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم لختام تغطية هذا اليوم من حفل تخرج طلبة معهد الفنون التأهيلي فرع ذي قار. كنت معكم في التقديم مصطفى ضياء والأخ الزميل المصور ظافر سلمان. حياكم الله.